يعني معلومة حلوة بصراحة. ان انا كنت بحاول ان انا اجمع اكبر قدر ممكن من الفلوس علشان ده انا شايف ان هو النجاح. لا. صباح الفل. صباح الخير. ايه الأخبار؟ الحمد لله كله حلو؟ كله تمام. بما اننا في ريد فلاج، عرفنا بنفسك. انا اسمي محمد محمود او محمد سداوي، يعني زي ما السوق عايز. محمد سداوي. محمد سداوي. انا سي او لشركه بروبرتيونيتي فور ريل استيت، ومعاكم في ريد كولوبريشن. اوكي. طيب بالنسبة للاسم ايه؟ property. سهل صح. الفكرة لذيذة. لو حد دلدغ فاهم راح في داهية. والله بص، الاسم ده ليه قصه، وبصراحه احنا قاصدين ان احنا يكون الاسم قصه، لان عاده الاسم لما بيكون ليه قصه ما بيتنسيش. اوكي. بروبرتيونيتي هي يعني ايه اتحاد مزيج كلمتين، كلمه بروبرتي اللي هو عقار، واوبورتيونيتي اللي هي فرصه. احنا لما أوكي. اصلا رحنا للخبير التسويقي كان دكتور مدحت ياسين، طبعا صاحب مور سوشي. انت ماتشنج مع اسمك يعني. كان سالنا انتوا بتقدموا ايه للماركت، انتوا ايه اللي يخليه العميل يشتري منك، اللي هنقدم تخلي سوشي. ما لا، ده هو هنقدم بالنسبه له سوشي. بقى، كان بالنسبه لنا احنا. فكانت اسئله مهمه ان احنا نطلع بالاسم ده. احنا قلنا له اوكي. بمنتهى البساطه ان احنا بنقدم للعميل فرصه، احنا بندي العميل فرصه تكون فرصه حقيقيه، مش بنبيع وخلاص. يعني دي حاجة عادي حلوة. جدا انا ممكن ارفض ديل لو انا مش شايف ان العميل هيكون مستفيد من الديل ده. حلو قوي. فهو يعني قرر بحكم ان احنا شغالين في ريل استيت از بروبرتي يعني، وان احنا بندور على الفرصه للعميل، فاصبحت الاسم الشركه مزيج من بروبرتي واوبورتيونيتي، اصبحت بروبرتيونيتي. حلو قوي. وكمان جاب لها بقى النيم تاج بتاعها، او الناس بتقول عليه السلوجان بتاعها، طب اصبح اوبورتيونيتي كاتشر. هو اوكي. يعني ايه؟ القناص او صائد الفرصه يعني، ده باختصار طيب عن بما انك قناص وصائد الفرصة، اه ضيعت كام فرصة؟ ضيعت كام فرصه فين؟ مع في عميل ولا الشغل عامة، على او الكارير؟ على الفرص اللي انت شايف ان هي ممكن تضيع منك، هل دي بتبقى مضايقاك ولا بتقدر تعديها والله بصي، عادي؟ على بما اننا فريد فلاج فهقول لك على مستوى الشخصي والمستوى البيزنس يعني. يا ريت. بصي، بمستوى البيزنس انا مؤمن ان مفيش فرصه ضاعت، هي فرصه مش بتاعتي، لكن اوكي. ممكن اكون ما اخدتش بالاسباب كامله علشان اقتنص الفرصه دي. اوكي. لا كتير قوي، لا فرص كتير جدا اتعلمت منها، لكن في فرص كتير جدا ضاعت مني. طيب هسألك سؤال بقى لذيذ جدا انا وغريب ما قلتش على جدا. المستوى الشخصي على فكره. ايوه لا اتفضل قول، لا لسه مش محتاجين بس، نعرف، يلا اوكي لا قول. محتاجين نعرف على طب ايه المستوى السؤال الشخصي. بقى؟ الفرص اللي ضاعت. لا، هو على المستوى الشخصي في فرص كتيرة ضاعت يعني كنت أحيانا بفضل أو بخلي الشغل أولى من مثلا إن أنا أتطور، ودي كانت أزمة كبيرة جدا بالنسبة لي، إن أنا كنت بحاول إن أنا أجمع أكبر قدر ممكن من الفلوس علشان ده أنا شايف إن هو النجاح. لا، اتضح اوكي. بعد مرور الزمن يعني بعد ما كبرت في السن إن الموضوع مش حقيقي. لا، هو أنت تتطور. يعني أفتكر حاجة، كنا في تريننج في 2018 مع دكتور طارق الله يرحمه، الله يرحمه. فكان بيسأل بيقول هو انتوا بتتطوروا يعني انت بتعمل ايه؟ بتتطور ازاي؟ قلت له ما عنديش وقت. قال اطلع بره. والله فعلا يعني. قال اطلع بره يعني. هو لو انت عنده ما عندكش وقت. وقت انك تتطور تجيلي ليه؟ فهي دي كانت ازمه كبيره بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي يعني. اوكي. يعني معلومة حلوة بصراحة، اهم حاجة الوقت فعلا. طيب ايه اكتر علاقة توكسيك قابلتها بقى في الشغل عامة؟ آه لا، هي مش علاقه واحده، لكن والله بصي ومش هقول اسماء طبعا. اوكي. ولا اقول؟ لا مش هنقول. لا، هو مش هقول اسماء طبعا، بس بصراحه اي علاقه توكسيك او علاقه مرضيه بتحصل ما بين اتنين في البيزنس، او ما بيني انا وما بين الناس اللي اشتغلت معاهم، سواء ناس مديرين ليا او ناس يعني موظفين معايا او سيلز معايا، هي كانت العلاقه اللي محدش بيطمر فيه. يعني الشخص اللي محدش بيطمر ده عندي مشكله كبيره جدا. ايوه انت انا في بتقدم الموضوع ده. كتير قوي وبتعمل كتير قوي في سبيل ان انتوا تنجحوا مع بعض، وفي الاخر انت بتتشتم عادي. بقيت انا متقبل ده باي ذا واي، يعني انا بقيت عادي يعني، حلو. بقيت انا يعني مثلا انا دلوقتي من 4 5 سنين مثلا اها. بقيت اتعامل مع الانسان على ان هو ايه، لا هو في مشكله الى ان يثبت العكس.
اوكي. وبدي برضو يعني ما بقتش يعني اصل حد هقول لك يا مورا حاجه ممكن حد مثلا ايه يحس يخوض تجربه مع حد مثلا مع فلان فما يبقاش عنده خلق اسمه خلق الامتنان اللي ما بقاش موجود دلوقتي كتير ان هو بيتمرش فيه بالبلدي يعني فيبدا ان هو ما يعلمش حد صح، ما بيستخسروا يعلموا الناس، بالظبط عايزين يحوشوا المعلومة اه بالظبط لنفسيهم. في بقى ناس دي بتعمل كده حقيقة. ولو حد عمل ده ما يبقاش غلطان ليه لان اصل فلان ده انا جربت مع فلان ده ما تمرش فيه فانا ايوه. ليه بقى اعلم لا بصراحه انا اتصالحت مع القصه دي وادركت ان 90 95 99% ما حدش بيتمر فيها فبقيت اتعامل ده بشخصيتي انا ده كده تروما. اه ده كده مش توكسيك، احنا ده ايوه كده دخلنا تروما ليفل ايوه وحش. هم اللي طب عملوا كده انا ماليش دعوه صح، لا انت عندك حق فعلا في الموضوع ده، وده كتير بقى موجود كتير قوي في الماركت وانت دلوقتي عامه. قابلتيه واي حد قابلته شغال كتير بصراحه الحمد لله يعني، وتعلمنا منه. اه دي نقطه ده مهمه. حقيقي طيب، عافرت قد ايه عشان توصل اللي انت فيه دلوقتي؟ بصي اولا هو يعني انا مش شايف اللي انا فيه دلوقتي حاجه واو يعني انا لسه بدري قوي على القصه دي ان انا اوصل اللي انا عايزه او ان حد يشاور عليا فلان ده تواضع ناجح على فكره، او يعني انت يمارس ناجح النجاح بصراحه. ما يعني شاء الله والله عليك يعني. يعني بص انا برضو عندي منظور عن النجاح مش هدف خالص خالص النجاح اوكي. ما ينفعش ان انا اقول على فلان ده نجح اوكي. او ناجح يعني هو شخص بيمارس النجاح يعني اقدر رحلتك خلصت بقى بعد عمر طويل اقدر احكم عليك ان انت شخص ناجح لا بس باللي انت عديت بيه عامة في بقالك كام سنة؟ مواقف انت بقالك كام سنة في الماركت؟ بقالك. 14 طيب برضو وقت طويل، اي نعم اه في الريل استيت بيعدوا هوا ده حقيقي وبيعدوا على وشنا ايوه انا كنت برضو، شفت بس لك تمام. فيديو قبل كده بتقولي من ساعه ما بقت السنه كوارتر ما ايوه بقاش دي فيها بركه فده حقيقة، دي حقيقي حقيقة. خلاص هو كوارتر وفي كوارتر وخلصت السنة، بقينا في 2025. ايوه كان عندي مدير اسمه مستر محمد نظمي كان بيخلي السنه 52 اسبوع انت متخيل قاعد مستني السنه 52 اسبوع فكانت بتعدي فعلا بسرعه يعني طيب انت ليه اخترت ريد كولابوريشن؟ طيب الاول خلينا نروح عشان محمد نصبي. لا خلاص بقى عشان هو هيسمع بص انا اخترت ريد كولابريشن اول حاجه هو الموضوع اتعرض عليا وانا قلت الكلام ده حتى في بودكاست قبل كده او في لقاء قبل كده بس هو يعني اي شركه بتكون لسه ستارت اب بقالها سنه او 2 او 3 في الماركت في كده 5 في الماركت بيدوروا على الشركات دي اوكي. منهم طبعا شركه ريد ريد هي شركه قائمه باربع او خمس اشخاص او ابتدت باربع او خمس اشخاص هي قائمه دلوقتي بالكولابريشن كله بس هي ابتدت باربع او خمس دي اشخاص حقيقة. الخمس اشخاص دول كلهم انا اعرفهم واشتغلت معاهم وزي ما قلت قبل كده احنا بنتكلم نفس اللغه احنا ازاي نقدر نفيد العميل هو راس مال راس مالنا احنا صح. ده احنا بنتعامل على الاساس ده مش بنبيع وخلاص مش بنتعامل مع العميل على انه هو انا هقبض من وراك كوميشن وخلاص انساك لا احنا اتعلمنا من الناس اللي هم القائمين على ريد شركه ريد ثم القائمين على ريد كولابريشن ان انت بتبني مع العميل علاقه ثقه لدرجه ان يا مورا اقول لك على حاجه انا بعت العميله معايا الاسبوع اللي فات بتابعها من 2014 ما اشتريتش كل ده. ما اشتريتش كل ده بس فكره ان انا اتابعها من 2014 وتشتري ده كان بفضل إن للناس دي علمته لنا انك انت لا لازم ده تبني ده قوة صبر وتحمل لا حضرتك. انا ده بعمل كده كده ايه يعني؟ انت كده كده ده ليها رد تاني ف... برضه. فاكت دي ملهاش علاقة خالص خالص بصراحة. ما تجيش لا انا بقول لك ايه اللي احنا اتعلمناه اوكي. ودي من الحاجات اللي لو انت بتقولي انت ليه او انت ايه اسباب نجاحك اسباب نجاحنا ان احنا قابلنا ناس حطت لنا الطريق اوكي. بس ده عشان كده اخترت ريد كولابريشن طيب بما ان الحاجات اللي انت اتعلمتها، ايه اكتر حاجة انت اتعلمتها ومش عايز الناس تقع فيها؟ حاجات انت عديت بيها اوريدي، عرفت تعدي منها وكانت عاملة لك ايشوز وحابب تقولها ان الناس مثلا ما تقعش فيها. بص هي كلمة واحدة ممكن تكون هي ستيريوتايب شوية حاجة نمطية شوية اوكي. لكن حقيقي لما انت بتعيشيها وبتعديها بتحسي بانتصار عظيم جدا على نفسك وانتصار على الظروف لا تفقد الأمل دي أكتر حاجة أنا اتعلمتها
صح. حقيقي يعني. كلمه حلوه. هقول لك على حاجه، اصل في ناس كتير جدا الكلمه دي من كتر ما بتتقال احيانا، اي كلمه من كتر ما بتتقال فاكرينها ان هي روتين عادي بتفقد او قوتها، او بتفقد قوتها، يعني بتفقد معناها. صح. لكن الحقيقه فعلا انك انت ما تفقدش الامل، دي اهم حاجه في اي بيزنس، خاصه في الريل استيت. وهي فعلا انا متفقه جدا معاك في النقطه دي بصراحه، لان الشغلانه دي بالذات انت بتبقى بتسعى في حته وبتلاقي الرزق جالك من حته تانية خالص، يعني ما بتبقاش حتى حاطط حسبان ليها. ايوه انت بتبقى شغال في واي وانت دي حقيقة. دي هتبقى لا بتلاقي زي البالك ديلز اللي بالظبط. كلنا ماشيين فيها كده بالظبط. وفي الاخر تضرب في وشنا، وبعدين بتيجي من ناحيه تانية دي برضه برضه. من العلاقات التوكسيك. ايوه ده اكبر توكسيك ده تراست ايشوز. بما اننا في ريد فلاج، عايز اسالك سؤال صغير كده. ايه اذكى طريقه تعمل بيها فلوس؟ اذكى واسرع طريقه اشتري عقارات اوف بلان. اوف بلان. اوكي. وبعد ما يشتري العقارات الاوف بلان هيعمل ايه؟ هيبيعها. بصي، هو القصه دي مهمه قوي وناس كتير انا اعرفهم سواء عملاء او زملاء في المجال، زملاء في المجال، اوكي، حياتهم اتغيرت ما شاء الله. طبعا حياتهم اتغيرت بسبب حاجه زي كده. اوكي. انت بتشتري العقار الاوف بلان بسعر كويس، ببيمنت بلان كويسه، بمقدم بسيط طبعا، بس تختار طبعا في مكان كويس، وليكن مثلا الساحل الشمالي، لان هو مكان بوتنشال جدا. بعد سنه او 2 بتبيع بمكسب كويس، وبعد كده بتروح تاخد الفلوس دهيت، تاخد جزء منها يبقى معاك، والجزء التاني بتحطه مقدم في بروبرتي تانية او شاليه تاني او شقه تانية او الكلام ده. ثبت بالدليل يعني طول السنين اللي فاتت دي ان العقارات الاوف بلان بتكسب كويس جدا. حلو قوي. طيب وده بيبقى ليه علاقه عامه، الفكره ان في ناس كتير قوي بتتسوح بسبب الناس السيلز او كده اللي هم بيقعدوا يرشحوا حاجات على الفاضي عشان العمولات. بالظبط كده. بيبقى همهم التارجت بتاعهم الكوميشنز، ففي ناس بصراحه بتلبس في الحيطه بصراحه. كتير لو يعني احنا قلنا نسبه مثلا نسبه نقول 30 او 40% ناس بتشتري على اساس غياب المعلومه اصلا، يعني المعلومه غلط. اوكي. والا مثلا في مطورين مش عايز اقول اسمهم دلوقتي، ليه موجودين لحد دلوقتي في الماركت علشان الناس بتشتري على اساس غياب المعلومه. وده بقى بيجي دورنا احنا بقى بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوضح للعميل البروبرتي المحترمه او الفرصه الكويسه يعني. اوكي. وبالنسبه للريد كولابوريشن استفدت منها ايه؟ لا كتير جدا. بص، ريد كولابوريشن اصبحت ما شاء الله مؤسسه فيها كذا ارم. لو احنا مثلا بصينا على ارم التدريب، ده كان مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا. اول حاجه بص، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الهايرنج، فكره الناس اللي تيجي تشتغل معاك. فاحنا بنلجا ان احنا نجيب ناس فريش. طب مين اللي هيدربهم؟ نبدا بقى في الدايره المفرغه دي. اوكي. فريد غطت لنا القصه دي بحاجه كويسه جدا اللي هي ريد اكاديمي. والفكره بتاعت ريد اكاديمي اي ثينك هي برضو بتطلع ستايل السيلز اللي يكون كونسلتنت اكتر علشان ما يسوحش العميل بالظبط اللي بيشتري في الساحل ومش عارف يشتري فين. ده حقيقي. فدي بتبقى نقطه مهمه يعني. ده حقيقي. طيب وغير التريننج مثلا؟ طبعا المعرض ده انا بقول بحكم اكسبيرينس بسيطه جدا في المجال ده وقراءه كده للخريطه العقاريه. اوكي. المعرض ده ممكن في خلال 4 أو 5 سنين يكون المعرض رقم 1 في مصر لو استمر بنفس التنظيم وبنفس القوه دي. رقم 1 في مصر فعلا، يعني ما فيش عميل اشتكى. يعني انت من منظمين المعرض ده، وخلينا اقول لك ان ما فيش فعلا عميل طلع قال في مشكله، في حاجه سلبيه. وده ولا شركه حتى ولا شركه ولا ديفلوبر صح. ولا حتى شركه من الكولابوريشن. يعني الحمد لله احنا زيرو كونفليكت. طبعا دي اقولها يعني عن ظهر قلب ده زي ما بيقولوا باللغه العربيه. لكن انت بقى بالنسبه للعميل، ركنه العميل دي ناس كتير ما تفكرش فيها. معرض سيتي سكيب الاخير ده انا رحت 3 ايام ما عرفتش اركن خالص ومشيت. والسيلز طبعا اللي موجودين بره بيلعبوا دور الفالي دلوقتي يعني. بس يعني انا مش عايز اودي المقارنه للحته دي، علشان هو اصلا المفروض ما تبقاش موجوده في اي معرض. دي حقيقه. يعني انا افتكر وانا في المعرض بتاع ريد الاخير ده، ريد اكسبو 11 ده، النسخه العظيمه دي، كانت بشوف سيلز شايف عميل ماشي قدامه ما يسالوش انت بتعمل ايه، ولا والله حقيقي يعني ده انا شفته فعلا. فده تنظيم محترم جدا. العميل بيبقى خارج شايف ان لا الناس دي محترمه، الناس دي بتعرف تقابل كلاينت ريل استيت.
صح، دي حقيقة فعلا. وتيم الاوبريشن عامة في اه أي حتة يعني اقوى تيم اوبريشن بصراحة، ده يعني حقيقي، حاجة للأمانة قوية جدا. هو اقوى تيم اوبريشن موجود والماركتنج برضو عشان في ريد، والماركتنج طبعا. ده حقيقي، ده حقيقي. البراندنج كان قوي جدا في ريد الاخير دي ده. حقيقة، الديكوريشنز والديزاينز اللي بتبقى معمولة بالظبط. والتروفيز اللي صحيح. اتوزعت، فكانت لذيذة صحيح. قوي يعني. والشير برضو بتاع بناني كان بيعمل شغل طبعا. عالي قوي. طبعا. تمام. طيب انا بجد مبسوطة جدا ان احنا مع بعض النهاردة، والقعدة كانت لذيذة، او كنا مع بعض بقى. وكنا مع بعض. كنا مع بعض. كنا مع طب بعض. انا عايز اسالك سؤال قبل بس ما اسألني. ما نخلص. بس كده انت ايه اللي خلاكي تسيبي الشركات ما شاء الله العملاقه اللي انت كنت فيها، يعني اسماء كبيره جدا، وتروحي ريد كولابريشن اللي هو اسم كبير برضو، بس فكره ان انت تسيبي شركه ديفلوبر قويه وانت ستيبل جدا فيها وبتبيعي وبتحققي وبتعملي ارقام كويسه جدا، وبعد كده تيجي لريد؟ سؤال لذيذ. الناس كتير فاكرة ان انا سبت السيلز. اولا انا بقالي كتير في الماركت، انا طول عمري ديفلوبرز. وكنت همشي بالستبس الطبيعيه لاي حد ان هو عاوز يفتح شركه بعد ما بيقعد او فتره يبقى دايركتور طويل. كبير او بالظبط. يبقى سي او. بصراحه الكونسبت، انا عارفه نفسي، انا متصالحه جدا مع نفسي في النقطه دي، اللي هي ايه، انا كنت طول عمري ديفلوبر، عمري ما اشتغلت بروكر، فانا ما عنديش النو هاو بتاعت البروكر بصراحه. فساعتها هفتح شركه في كام سجل تجاري عندك في البلد دلوقتي؟ مصر كلها بقت سجلات تجاريه ريل استيت. 60,000 ده أكتر. ده رقم ده يا لهوي، ده لغايه 2019 كان 60,000. فالموضوع بقى كان صعب قوي. ففكرت يعني بصراحه مديري الجميل وهو في بي ريد محمد نظمي، برضو احنا قلنا اسم نظمي ده كتير والله. دي حقيقه. لا بس بجد يعني انا بتعلم منه كل ثانيه. قال لي ساعتها لا تعالي انا عايزك معايا في القصه دي، عمل لي هيد هانتنج لذيذ. واخدتها بجد كتشالنج حلوه. وانا عامه ريسك تيكر، يعني من النوع اللي هو ما فيش مشكله اجرب، لان انا مش من النوع اللي هو في حاجه هجربها هطلع منها خسرانه. لو طلعت خسرانه كماني وايز انا هطلع مستفاده جدا كاكسبيرينس ككونكشنز كحاجات تانية كتير، لان الموضوع مش كله فلوس. يعني انت عموما جربتي ونجحتي ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. دي شهاده اعتز بيها. بجد. لا انا اتبسطت جدا عامه في موضوع ريد كولابريشن والباور ده، وان انا عاملين قصه السلكشن والفلتريشن اللي بنعملها للشركات والفولو اب اللي بنعمله. الموضوع لذيذ قوي. هو مرهق جدا على فكره. بجد. يعني الناس فاكره احنا قاعدين في المكتب. لا الناس فاكره انت شغال في ريل استيت. دي فلوس سهله جدا دي. جدا جدا. احنا قاعدين بنعد فلوس. بس الحمد لله. حابب تسألني حاجة تانية؟ لا أنا تمام. حلو قوي كده. ماشي. أنا بجد اتبسطت جدا. القعدة كانت هيلثي قوي ولذيذة وفاني يعني ثانك يو جدا بجد.